السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تيجوا النهارده نعمل مع بعض حاجة حلوة كده، سهلة وسريعة ونتيجتها تحفة بدون حلفان. يعني انت وانت بتاكلي الكيك ده تحسي انت بتاكلي جاتوه، مش مجرد كيك عادي، مع ان هو بسيط وسهل بياخدش وقت خالص. سميها تريليشيا، سميها اشطوطة بالمانجا، سميها زي ما تسميها، المهم ان هي تحفة. بصي بقى، بصي الطبقات والجمال والحلاوة بقى، مع ان هي سهلة خالص. محضره 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه، هنزل عليهم برشه كويسه كده فانيليا، ويا سلام لو عندك بشر ليمون بقى يبقى احلى واحلى كمان. هضرب البيض كده دقيقتين 3 الاول بالفانيليا قبل ما احط السكر. الكيك ده من جماله هو هتحسي ان هو كيك حلو، وهتحسي ان هو مظبوط. لو عملتي كل تركه انا بقولك عليها تحسي هتعملي صينيه كيك مظبوطه بالملي، ما فيهاش غلطه. بعد كده هضيف نص كوبايه سكر، السكر يكون ابيض مش غامق عشان ما يغمقش معانا الكيك. اللي بيغمق الكيك حاجتين، يا اما السكر غامق يا اما بتسيبها في الفرن مده طويله. تمام. يلا ما تتوهيش مني بقى، ركزي معايا. بعد كده هنزل بنص كوبايه لبن. الكيك ده مش هضيف له زيت نهائي ولا سمنه ولا زبده، ما فيهوش اي ماده دهنيه، بس نص كوبايه اللبن دي بتخلي لك الكيك اصلا له طعم وله قوام تحفه. محضره من كوبايه لكوبايه وربع دقيق منخول نخله 3 4 مرات قبل التصوير، وهنزل عليه برشه ملح ومعلقه صغيره بيكنج باودر او نص باكت بيكنج باودر، وتبقى دي المكونات الجافه. اقلبهم مع بعض. ما تسيبيش خليط السائل كتير، لا انت على طول تشتغلي فيه وتدخليه الفرن على طول عشان ما يهبطش، عشان احنا مدخلين له هوا مش عايزينه يهبط. تمام. في الوقت ده بقى هستغنى عن المضرب الكهربائي وبالمضرب اليدوي بالراحه كده. انا بس عشان مسرعه الفيديو عشان ما اطولش عليكم، لكن انا كنت بضرب بخفه المكونات السائله مع الدقيق اللي هي المكونات الجافه لحد ما توصلي للقوام ده. القوام بيبقى تقيل شويه مش تقيل قوي، قوام متوسط يعني. حضري بقى صينيه مقاس 22 او 24 ودهنيها دهنه زيت خفيفه ورشه دقيق. في الوقت ده تكوني مسخنه الفرن درجه حراره 180. هتدخلي صينيه الكيك على الرف اللي في النص وتتابعيها، بتاخد من 20 ل 30 دقيقه، من 20 30 دقيقه بالمتابعه. اما تلاقي ان هي استوت طلعيها وسيبها تبرد خالص. عايزينها بارده نهائي، ساعتين 3 4 مش مشكله خالص، المهم تكون بارده كويس. خليط التسقيه بقى اللي هنسقي بيه الكيك ايه؟ كوبايه لبن بارد طالع من التلاجة، عليها معلقه صغيره سكر ومعلقه كبيره كريم شانتيه. لو كريم شانتيه عندك فيه سكر مش هتحطي سكر في الخطوه دي، كفايه اللبن والكريم شانتيه. هنسقي الكيك باللبن ده وندخله التلاجة شويه، او نسيبه على جنب شويه لحد ما نعمل بقيه الحاجات بتاعتنا، نجهز بقيه الحاجه بتاعتنا. هي مش خطواتها كتير ولا اي حاجه، ده هي اسهل من السهوله. اسمعي مني بس وخلي بالك من التريكات اللي انا بقولك عليها وانت هتعملي احلى صينيه كيك. معايا بقى باكيت جيلي، جايبه باكيت جيلي بالمانجا، مكتوب على الباكيت انت تحطي كوبايتين ميه، لا انا هستخدم كوبايه واحده بس عشان عايزاه يبقى تقيل ويمسك على الكريمه. فضيت باكيت الجيلي المانجا وعليهم كوبايه واحده بس ميه تكون بتغلي، وهقلبه كويس جدا جدا واسيبه على جنب يبرد، عايزاه يكون بارد برضو. ما تحطيش كوبايتين ميه عشان ما يبقاش خفيف معاكي، حطي كوبايه واحده بس. نرجع بقى للكريمه بتاعتنا. انا محضره كوبايه كريم شانتيه، هنزل عليها بمعلقه سكر، وخلي بالك ساعات في يبقى كريم شانتيه عليه سكر، انما الكريم شانتيه هنا كان خام، فعشان كده حطيت معلقه كبيره سكر، ومقدار مثلا كوبايه الا ربع ميه تكون ساقعه متلجه من التلاجة. هضرب كده الكريمه كام ضربه لحد ما توصل للقوام ده، وهنزل بيها ايه على الكيك. تمام. هسوي كده طبقه الكريمه على طبقه الكيك، وبعد كده هبتدي اقطع المانجا. الناس اللي بتسأل مانجة ايه اللي تنفع، نوع مانجة ايه اللي تنفع لتزيين الكيك والتورت والحاجات دي، عندك اتنين، يا اما نعومي يا اما صديقة. دول افضل حاجة في تزيين الكيك والتورت والحلويات. لو عايزة تعملي شرايح، لو عايزة تعملي وردات، هتستخدمي يا اما النعومي يا اما صديقة. دول افضل حاجة يعني بصراحة في التزيين. قشرت المانجا وهقطعها كده ايه مكعبات صغيرة قبل ما احطها على وش الكريمه. اهم حاجه بعد الخطوه دي ان الكيك تدخل التلاجة بقى، الجيلي بقى يمسك كده على وش الصينيه، يمسك كده، هو المانجا يمسك مع بعضه. هتحسي ان انت ايه، مش عارفه تحسي ان انت ايه بجد. سيبيها في التلاجة ساعتين 3. انا كده سبتها ساعتين 3 في التلاجة عادي، مش لازم فريزر ولا حاجه.
وبعد كده طلعيها قطعيها وشوفي الجمال والحلاوة بقى. شوفي الجمال والحلاوة بقى.